مرحبا بكم في مهرجان الأغنية التونسية في دورته 21 من 7 ل 12 مارس بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي تونس. الدنيا غناية مزيانة بحضوركم. نحن في قاعة لوبيرا 1800 معروفة هوني في عند جماعة مسرح لوبيرا. مهدي بوبكر، مرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا بك، عايشك. مهدي، المعمعة توا نقولوا نحن تحضيرات، الوقت بدا يضغط ويظهر لي أن جيتكم وقت تعملوا انتم في السبوت متاع الدورة هذه. أعطيني أكثر تفاصيل مهدي. بالضبط، احنا توا في مرحلة تصوير الومضة الرسمية للدورة 21 لمهرجان الأغنية التونسية. مهم. التحضيرات على قدم وساق. هو أهم فنانين التونسيين تعداو بالمهرجان هذا، كمشاركين ولا ملحنين ولا غيره. دونك الفكرة هو باش فكرة الومضة وفكرة الميكرو اللي هو موجود في المعلقة الرسمية للمهرجان. مهم. احنا الربط بين الماضي والحاضر، وفكرة الخروج من الانونيما، يعني مهم. من مهم. من كونك انت تغني في بيتك ولا في المعهد ولا في الكونسيرفاتوار الى الجمهور العريض، انطلاقا من هالفرصة اللي هي مهرجان الأغنية الأغنية التونسية. التونسية بالطبيعة، وديما هو على امتداد تاريخه الكل. كما قلت أنت برشا أصوات برزت كانت مش معروفة، ومن خلال مشاركتها في مهرجان الأغنية التونسية اتعرفت. هذه من أهم، نتصور أنا، الركائز الاستراتيجية لمهرجان الأغنية التونسية، يكون منصة مميزة. شكرا لك مهدي بوبكر، المسؤول على الاتصال، يعني كل ما هو عنده صلة بالكوميونيكاسيون. مهدي بوبكر وراء كل ما يبث على كل المحامل والرؤية والافيش وكل. تو نزيدوا نحكيو في الندوه زاد على إن اكثر شاء الله. تفاصيل. شكرا ليك وشكرا للإذاعة التونسية الشريك الرسمي للمهرجان. يعطيكم الصحة. تفاصيل أكيد باش تكون نهار 1 مارس موعدنا مع الندوة الصحفية. احنا عايشناكم شوية في الأجواء هذية، وبعد شوية باش نزيدوا نمشيو رانا في المكاتب والبيروات ونشوفوا شنو قاعد صاير في مهرجان الأغنية التونسية. الدنيا غناية مع كل كلمة ألف حكاية، ولمة الليالي تكتبها الأجيال في رواية. والجولة متواصلة في كواليس مهرجان الأغنية التونسية. انطلق نهار 7 مارس، استعدادات بالحق الكلمة تجي و100% صحيحة على قدم وساق. كنا قبيلة في مسرح لوبيرا وحضرنا تفاصيل تصوير السبوت الخاص بالدورة هذه. جينا هوني للمكاتب والإدارة الفنية. عادل بنطقة المدير الفني لهذه الدورة، أهلا وسهلا ومرحبا بك. اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم بكل مستمعين الاذاعه الوطنيه واللي حتى يشوفوا فينا على البوابه. شكرا لك، شكرا لك عادل. مدير فني، حاجة ماهيش سهلة، ومهرجان الأغنية التونسية تظاهرة ماهيش سهلة بالكل. التظاهره هي سخونه، الناس كل يعرفوها. كيف مدير فني يعني ثم رؤيه بطبيعه الحال، بالتنسيق مع كل المكونات، مع سي محمد هادي جويني اللي هو رئيس لجنه التنظيم. قاعدين نخدموا توا، ماك تعرف، معناها انتقلنا من مرحله التفكير الى مرحله التطبيق. توا هو كل شيء ترسم، ومع حاجه اخرى ومع الصمت، لانه تعرف الصمت اللي يسبق الندوه الصحفيه. أنا مش باش نسأل على المحتوى، أحكي لي على أجواء التحضير والانسجام اللي واضح بين كل الفرق تقريبا. الحمد لله، انسجام كبير برشا ما بين كل مكونات العمل، من كام، من تكنيك، برايف زاد مع الفرقه توا قاعدين يبرفوا بدينا. متعدين المرحله نتاع انه النوتة، وشفنا كل المراجعات هذيك الكل مع كل المتسابقين. ثم ضيوفنا زاد كيف قاعدين ننسقوا معاهم. قاعدين نحضروا في الكتالوج اللي باش يخرج بما فيه من تكريمات وفي برامج والناس اللي باش تشارك. وبطبيعة الحال تم باقي تبقى الحاجات اللي هما زاد أنشطة، اللي هما موازية. خلينا فما نقول الجانب العلمي وندوات سنة بإذن الله. خلينا نقولوه إن شاء الله نهار 1 مارس في الندوة بإذن الله. عادل. انت قلت البرايف وكل الفرقه الوطنيه باش تكون، قلت الفرقه الوطنيه، الفرقه اللي باش تشرف على تنفيذ هذه الاغاني، فرقه موحده ولا باش تتغير حسب طبيعه الانغام ولا كيفاه بالضبط؟ لا، هي أول حاجة فرقة موحدة اللي نجم نقولوا، ولكن فرقة مش فرقة الوطنية. هي فرقة الوطنية لا معزة، هي النوايو، ولكن معزة بالعديد من العازفين اللي هما من
يعني جهات مختلفة، ثم حاجة أخرى من أجيال مختلفة. يعني لمت كل شيء مع سي يوسف الهاني هو باش تكون عنده القيادة، معاها في بعض سهريات مع سي سمير الصغير باش يكون موجود على مستوى القيادة. وحاجة أخرى زادة في الأنماط الجديدة، معناها خذينا حاجات تقنية، مثال نجم نقول عليها اليوم اللي تعرف الروتور دو سين، مثال باش الانسان يسمع روحه، لا احنا باش بالسماعات، يعني باش فما شويه تكنولوجيا وفما شويه تقنيات حديثه نجم نقولوا. وانت قلت حاجه مهمه، من مختلف الجهات واجيال مختلفه، يعني التركيبه نتاع الفرقه باش نلقى فيها من كل جهات الجمهوريه واعمار واجيال مختلفه. هذا باش نحسوا انا سورسين كي باش نتفرج. انت ثم حاجه باش كل واحد ياخذ حقه. انا تعرفني كريم، احنا 10، اما كل واحد ياخذ حقه. سي محمد هادي جويني عنده شعار يحب يلم ويحب يجمع، وانت تعرفني انا بيدي كيف كيف، معناها هذاك علاش احنا كنا منسجمين انه نحبوا نلموا ونحبوا نجمعوا ونتشاوروا. يعني ما ثماش راي واحد، الكلنا نتشاوروا والكلنا نعملوا اللي ما فيه خير ومصلحه المهرجان اليوم وغدوه وبعد غدوه. حتى على مستوى الارشيف، نحب نقول الكلمه هذه، رانا نحبوا نخليه للهيئات القادمه ارشيف باهي وخدمه صحيحه، باش ما يقعدوش يلوجوا ويقعدوا يتعبوا كما تعبنا احنا. دونك فما قاعده بيانات اكيد لكل الفاعلين في المشهد الموسيقي التونسي، فما ارشيف مصور ومكتوب باش يبقى اللمه حاجه مهمه برشا. ونتصور باش تنجحوا السنه في انكم تتلموا لفائده الاغنيه. قلت انت اليوم وغدوه بعد غدوه، انا حاجتي بعد غدوه رؤيه المدير الفني اللي من بعد مش بتقف على الاشخاص، راهو فما رؤيه تترسم وفما ناس تجي تنفذ. رؤيتكم في مهرجان الاغنيه التونسيه؟ انا على الاقل رؤيتي الشخصيه، انا نشوف انه يلزم المهرجان يولي يعني ان ترامبلان للناس اللي باش تترشح للمسابقه، باش يكونوا رابح رابح، غانيون غانيون، انه يلقى روحه يكون في حال قبل ما المهرجان يزيدوا إشعاع، يزيدوا قيمة، يقدموا، وقد يكون، وهذا أملي، أنه يكون نقلة نوعية في الكاريرة نتاعو الفنية. هذا من بعد كلام مهم جدا سنحاسبكم عليه، المشارك قبل مهرجان الأغنية وبعد مهرجان الأغنية. هذاك أنا أمني إذا كان مش على هذا ما تلقانيش هنا، راني توا في الدار نعزف على روحي. أما أحسن تعزف في الدار ولا تكون مدير فني في مهرجان الأغنية؟ باش نسرق كلمة من أشقائنا المصريين، الاثنين أحلى من بعض. يا عيني عليك. شكرا ليك عادل بونتقى، يعطيك الصحة على وقتك اللي خصصته للإذاعة الوطنية التونسية، ونحن معاكم في كواليس مهرجان الأغنية التونسية في دورة جديدة انطلاقا من 7 مارس، وتكون زاد اللقاءات وسهرات حصريا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم.